وده الفيديو السادس من سلسلة ازاي تصلح عربيتك بنفسك. في الفيديو ده هعلمك ازاي تغير زيت الموتور وبخطوات معينة. بص معايا مبدئيا كده، عشان تغير زيت الموتور اللي موجود في العربية اول حاجة لازم تعملها ان انت تفتح غطا الزيت اللي هو بيبقى هنا ده. لازم تفتح غطا الزيت ده وانت بتغير الزيت قبل ما تفك الطبة من تحت. وهنا بعد ما تفك غطا الزيت، الفكرة هنا ان انت تفك الغطا عشان خاطر الموتور يبقى واخد منفذ فالزيت يتصفى كويس. كل اللي عليك ان انت هيبقى معاك مفتاح 14 وعلى حسب نوع عربيتك هنقدر نقول لك الطبة كام. هتيجي تفك الطبة دي من هنا. طبعا احنا واقفين تحت الونش عشان هنا في مركز ففي معدات، فعادي لو معاك كوريك عادي هترفع العربية من الجنب وتغيره. هتيجي تفك الطبه اللي هي هنا دي. طبعا دايما في المواتير الحديثه بيبقى الموتور ناحيه اليمين، الجنب اليمين ناحيه العجله عكس السواق، والفتيس بيبقى الناحيه الشمال عشان ما تفكش طبه الفتيس. فخد بالك في جنب يمين وجنب شمال. الطبه اللي ناحيه اليمين هي اللي تحلها اللي هي دي. هتبتدي ان انت تفك الطبه، وبص انا صباعي عامل ازاي عشان خاطر ما تتبهدلش زيت. تمام، هتحس ان الطبه معاك هتيجي من جنب كده وتروح حايش كده. فكيت الطبه من غير ما بهدل نفس زيت. وبعد ما هتفك طبه الزيت طبعا هتغير الفلتر. في ناس بتغير الفلتر مره ومره، خليني اقول لك ان الكلام ده غلط، هيدمر موتور عربيتك حرفيا. باختصار شديد، مثال بسيط، لو انت شارب كوبايه شاي تمام، ما ينفعش ان انت بعد احترامي ليك تعمل شاي على التفل القديم، ده غلط هيضر صحتك. كذلك الامر في الفلتر. فانت لما تيجي تغير زيت تغير الفلتر معاك، والفلتر مش رفاهيه، حاجه مش غاليه، فانصحك ان انت تغيره. تمام. طبعا في ناس لما تيجي تغير الزيت بتاعها هيبقى فيه فلاتر مختلفه. اكتب لنا في التعليقات او في كومنت او نوع عربيتك ايه، واحنا هنقول لك مكان الفلتر فين وهنقول لك ازاي تحله. تمام. دلوقتي الفلتر بتاع العربيه دي موجود هنا، دي بنسه. تمام. لو في امكانيتك ان انت ما تجيبش، ما تقدرش تجيب البنسه دي تمام، او مش عارف هي تتجاب منين، ممكن تفك بصنفره باحكام. هتلف الصنفره على الفلتر وتضغط بايدك هتلاقي الفلتر فك معاك عادي. لو محلش ابعت لنا برضه. دلوقتي هنحل الفلتر ده من هنا اهو، وزي ما انت ما شفت كده حلينا الفلتر والفلتر لسه فيه زيت. بص كل ده مليان زيت. تمام. فتخيل انت لما تحط زيت جديد للموتور عربيتك والفلتر بيبقى مليان. وبعد ما حلينا عايزك تركز، هتلاقي ضغط الزيت شد معانا بعد ما الفلتر اتفك. تمام. طبعا في ناس مش هتبقى مقتنعه بس ده الصح. وبعد ما تحط الزيت في الموتور بتاع العربيه هتبتدي ان انت تدور من 1 ل3 ثواني. تمام. وترجع تبطل تاني عشان خاطر الفلتر يكون حضر زيت، بناء عليه تقدر تقيس الزيت من عن طريق مقاس الزيت. كل اللي عليك ان انت هتبتدي تطلع مقاس الزيت وتمسحه بمنديل. تمام. وهترجع تحط المقاس في مكانه تاني. هتبتدي تطلع، هتبص على الزيت. طبعا الزيت مظبوط معانا هنا اهو عند النقطه الاخيره. تمام. مش عارف هو هيبان معاك ولا لا، اللي هي الاتش. تمام. وبكده انت غيرت زيت لعربيتك بنفسك.